الكربوهيدرات الكتير بتتحول لايه؟ بترفع لي هرمون الانسولين. هرمون الانسولين لما يعلى بيخلي الجلوكوز في دمك كتير. يعني ايه؟ ده هرمون وحش، هرمون مش كويس. ربنا خلقه لك بس يطلع بكميات معقوله. فاهم؟ انت لما تاكل عيش كتير، رز كتير، مكرونات كتير، حلويات كتير، الانسولين بيعلى قوي عشان يقاوم الجلوكوز اللي دخل ده. ما هو ده سكر دخل، او ما هو العيش والرز تكسيره سكر. ربنا سبحانه وتعالى في المقابل حط لك ايه؟ بنكرياس بيضخ لك انسولين في الدم. الانسولين ده هو اللي بياخد الجلوكوز يحطه جوه الخلايا عشان سيادتك تصلي وتتحرك وتروح وتيجي. طيب لو انا بنكرياسي بيطلع كميه انسولين كتير هيجهد، لان انت ما بتبطلش تلقيط وما بتبطلش اكل، فطول الوقت هتحس بهبوط. انسولينك عالي، هتبقى دايره مقفوله عليك. انت طول الوقت انسولينك عالي فتاكل عشان ما تحسش بالهبوط، فتاكل فتتخن، كميه الجلوكوز يعلى، فيطلع من البنكرياس انسولين عمال تهلك في بنكرياسك، بتهلك في بنكرياسك. وفي نفس الوقت انت بتتخن. ده بيودينا لحاجه للسكر بقى، السكر، مرض السكر. هو لما بيوصل ان كميه الانسولين في الدم بتعلى، انت طول الوقت احيانا يا اما ما بين شعور، في الاول هبطان شويه وبعد كده بتعوض هبوطك باكل، فتاكل فيبدا الدم يروح للمخ، اوكي، والدم ده فيه جلوكوز والجلوكوز واصل للدم، بس بعدها بشويه انت مش هتوصل لوقت كتير هتبقى عايز تدخل كميه سكر تاني، لان هي سايكل مقفوله. يعني انا دلوقتي قافل عليك ده بحديد وقافل ده بحديد، فين مخرج؟ فانت مفيش حل غير ان حد يفتح لك من هنا او حد يفتح لك من هنا. هي القصه.